ما بين زمان ودلوقتي. وعندنا مسلسل ريا وسكينة. طبعا كلنا شفنا مسلسل ريا وسكينة، وده كان طبعا من فترة كبيرة جدا. عندنا اهي رباب مثلا، الممثلة دي كانت كده، أصبحت كده دلوقتي. قعدنا سنين كتير والله، كانت شكلها صغير جدا يعني. صورة كانت قايمة بدور ريا طبعا، عبلة كامل. آخر ظهور لها طبعا كان من الإعلان اللي كلنا شفناه. وده شكلها في ريا، من الناس اللي هي تحس يعني إن شكلها ما يبانش عليه أوي الملامح بتاعت الزمن، لكن مرة واحدة لما بعدت وخدت قرار الابتعاد، كان يعني أنا رأيي إن هو كان بسبب سوء الأعمال الدرامية. إن الأعمال الدرامية بقى مستواها أقل بكتير أوي، حتى لدرجة إن هي قعدت تعمل سلسلة دم ده كذا جزء من كتر ما مفيش ورق تاني ممكن يجي. دور سكينة بقى سمية خشاب، هي شكلها زمان. المسلسل ده كان من أواخر المسلسلات اللي كانت ممكن الناس تتفرج عليها. الأدوار الثانوية مثلا، ده شكله اتغير خالص، ده بقى راجل كبير في السن يعني. شكله اتغير تماما برضه من الأدوار الثانوية في المسلسل. الراجل ده أبوه ما بيختاروه أكيد كانوا عباقرة بصراحة، اختاروا شكل حد لايق على الفترة دي شكلا يعني. وده طبعا الجواهرجي اللي كان طالع معاهم، ملامحه ما اختلفتش خالص يعني، ايه الشعر الابيض بس شكلا بقى افضل من الاول، مع انه ما بيبقاش يمثل كتير. سعيد الصالح طبعا، الراجل ده تحس ان هو طلع مثل وهو كبير، شكله ما اتغيرش من زمان. اه الممثل ده انا كنت مستغرب الحلاقه دي. طب انت حالق ليه الحلاقه دي؟ الحلاقه دي كانت معروفه زمان انك تحلق الجوانب وتسيب اللي فوق، مش عارف، كنت حاسس ان شكله مودرن شويه عنهم، عن الحقبه الزمنيه اللي بيمثلوا فيها. طبعا الممثله دي خست كتير جدا وشكلها اختلف جدا، وبطلت تمثل. لما الممثل يخس تلاقي محدش بيشغله، لانه كان بيبقى معروف ككاركتر يعني. من ضمن الستات برضه كانت في المسلسل، برضه شكلها ما اتغيرش خالص. حفيد فريد شوقي، لان ده كان طفل في المسلسل، تحس انه كان في ثانوي مثلا. او الممثل الاسمر الجميل ده انا بحبه جدا، كان كوميديان. ده شكله ما اتغيرش خالص، مفيش اي حاجه اتغيرت في شكله. فتحي عبد الوهاب جه عمل ضيف شرف قلب الدنيا تقريبا في الحلقه دي. ده برضه انا بحس ان هو كده في السن بدري قوي، يعني شعره ابيض جدا كله بدري. واجدع حاجه فيه انه ما بيصبغش شعره. برضه ده من الادوار الثانويه اللي بعد كده. ودي كانت حلقتنا النهارده. متنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجايه.